ده علم عليه يبقى لازم نعلم عليه. ده اللي بيفكر يقتل ما بيفكرش يقتل يوم الجمعه. ارحمني، في واحد هيموتني 9 طعنات لعمرو ما يعرفش اي حاجه. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة معنية بعالم الجريمة، لكن بنرسخ لمفهوم مهم جدا، ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها لن تفيده، وان العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في حي المقطم، محافظة القاهرة، بالتحديد مساكن مصر العليا. سبحان الله، هي الشهامة ممكن تودي الواحد للتهلكة؟ هي الرجولة ممكن تجيب للواحد المصايب؟ يعني الواحد ما يكونش شهم؟ يعني الواحد لما حد يستغيث بيه ما يرضاش يغيثه؟ يعني واحد لما يطلب المساعدة ما نساعدوش؟ يعني واحد بيطلب ان احنا نحميه ما نحمهوش؟ هو في ايه يا جماعة؟ ايه اللي حصل في حي المقطم مساكن مصر العليا في القاهرة؟ شاب اسمه احمد ليه زميل ليه اتخانقين مع بعض، بيتخانقوا مع بعض عادي، كل الاصدقاء والزمايل والجيران ده الاخوات بيتخانقوا مع بعض، الاب بيتخانق مع ابنه والبنت بتتخانق مع امها عادي يعني. فراح واحد منهم كتب كلمتين على البوست، الطرف الثاني اللي اسمه محمد قال لك احمد بيكتب عني، احمد بيشهر بيا. يا عم بيشهر بيك ايه انت؟ يا جماعه احنا فاهمين التشهير غلط. احنا لما نمسك فنان او راجل اعمال او حد معروف ونتكلم عنه بالزور ده اسمه تشهير. لكن انت يا احمد مين يعرفك؟ يعني الوسط الفني ولا الوسط السياسي ولا المجتمع الدولي هيأثر على مكانتك؟ قال لك ده بيشهر بيا، ده علم عليا يبقى انا لازم اعلم عليه. الكلام ده كان يوم الخميس اول امبارح. محمد نزل يصلي الجمعه، صلاه الجمعه دي ما فيهاش حاجه، كل الناس بتصلي الجمعه. ده اللي بيفكر يقتل ما بيفكرش يقتل يوم الجمعه. يوم الجمعه دي له قدسيه معينه، يوم جميل حلو كده. فمحمد راح يصلي، احمد فضل متربص بيه، جه يدخل الجامع جه جري عليه بالسكينه خبطه بدراعه. طبعا شيء طبيعي، واحد مربوط فيه هيجري، واحد مستني بسكينه بمطوه، هقف هخنم وضربني في ايدي وانا داخل الجامع. جريت لقيت ميكروباص بيعبي او ميكروباص بينادي على الركاب، فقلت للسواق ارحمني ارحمني في واحد هيموتني. خلوا بالكم، يعني تخيلوا سواق الميكروباص الشاب الجميل ده، انتوا شايفين صورته، اسمه عمرو عرفه. عمرو عرفه شاب زي الاجانب، شاب مؤدب وعلى خلق، وهو عنده الميكروباص ده جايبه رغم ان الولد ده متعلم وواد محترم جدا، اكل عيشه مش عيب، ده كتر خيره، الدنيا غالة ولازم يحسن دخله، فجاب الميكروباص ده مشغله في حي المقطم لقمة عيش. لقى الشاب اللي اسمه محمد ده بيجري اللي اسمه احمد بيجري بيقول له الحقني محمد عايز يقتلني، محمد عايز يقتلني. فقال له يا عم يقتلك ايه يا عم انت مين؟ قال له هو بيجري ورايا، هو جايب السكينه اهو. فعمرو عرفه بكل رجوله قال له طب ادخل الميكروباص ومالكش دعوه. ادخل الميكروباص. واحد يا جماعه ده نجدة الملهوف وشاف ايده بتشر دم، بيقول له الحقني في واحد بيجري ورايا دافع عني. قال له ما تخافش ادخل العربيه، وفي العربيه مليانه ركاب بس لسه بتشحن يعني. راح الواد ركب العربيه، الناس بيقولوا فيها، قال له عايز يموتني، لا قال ما اعرفش. فالمهم الواد دخل بالسكينه على الميكروباص، فعمرو قال له حاسب عايز ايه؟ قال له مش دعوه يا اسطى بعد اذنك انا هقتل الواد ده. قال له لا، ما دام دخل ميكروباص اكنه دخل بيتي بيحتمي بيا، انت مش شايفني راجل؟ اقتله بعد ما ينزل. قال له يعني ايه؟ قال له ما دام دخل الميكروباص بتاعي
اصبح دلوقتي ضيفي بيتحمى فيا. انت مش شايفني راجل قدامك؟ قال له راجل وسيد رجاله، بس انا هطلعه من العربيه هذبحه قدام. قال طب وريني هتذبحك ايه؟ قال له هوريك. طب ايه رايك انا هذبحك انت التاني؟ وراح بخبطه مفاجاه مره واحده، راح خبط عمرو 9 طعنات. 9 طعنات لعمرو، ما يعرفش اي حاجه، لا يعرف احمد بيتخانق مع محمد ليه، ولا يعرف محمد بيضرب احمد ليه، ولا يعرف الواد ضربه ليه اصلا. ده بيقول له ركب في عربيتي اصبح ضيفي، واللي جه في بيتي اصبح في حمايتي. لا، ما عجبش الكلام ده محمد، وراح قال له يعني انت بتدافع عنه؟ طب انا هذبحك انت. ودب 9 طعنات، منهم طعنه كانت من الوريد للوريد في الرقبه. موت الشاب. يعني تخيل، ساب اللي كان عايز يقتله وموت السواق اللي ملوش ذنب. ومن خضته لما لقى الدم ولقى الناس بتزعق راح جري. جت الشرطه على طول. ايه اللي حصل؟ طبعا الركاب بما فيهم الواد المتعور في دراعه قالوا محمد هو اللي ضربنا وضرب السواق. ايه اللي حصل؟ ده حصل 1 2 3. في خلال ساعات تم نشر الاكمنه، تم القبض على محمد. يا محمد قتلت ليه عمرو عرف؟ انا ما اعرفش عمرو عرف. اللي انت قتلته في الموقف. قال لك ده جيت بتخانق مع واحد صاحبي كان بيشهر بيا على الفيسبوك، فحبيت اعلم عليه زي ما علم عليا. وقف السواق عمل فيها راجل وحب يعلم عليا هو التاني، فجيت مقاتله. فين السلاح؟ اتفضل السلاح، تعالى مثل اللي جاي مثل الجريمه. ولكن انا اتهيألي اللي بيقتل ده يا جماعه اتهيأله ان هو رايح فسحه لدريم لاند. يعني بيحترف ويقول كل حاجه ويقول لك كان مش عايزني اعلم على صاحبي. طب تقتله ليه؟ اعترضني، ما رضيش يخليني امسك الواد. قمت تقتله؟ ده انت ما قتلتش اللي كان مشهر بيك على رايك يعني. قمت تقتل الغلبان اللي طالع على اكل عيشه. اللي حاصل هو في ايه يا جماعه؟ هو القتل بقى سهل كده؟ ويا ريت بنقتل لسبب. السواق ما قالكش حاجه، السواق بيقول لك ده راجل دخل الميكروباص بتاعي اصبح في حمايتي، لما ينزل اتصرف معاه. قمت تقتله وتذبحه و9 طعنات. ايه يا عم الجبروت ده؟ يعني نرجع نقول لازم نطلع قانون طوارئ تاني عشان البلطجه وقله الادب دي؟ لا، كده كتير، كده كتير فعلا. ولازم تبقى القوانين، تبقى العقوبات فيها مشدده. يعني ما ينفعش نقول لك دي مشاجره وياخد فيها 7 سنين. ده لا، ده حمل سلاح ويجري ورا واحد قصد ان هو يقتله وقتل السواق وعور. المفروض ياخد اعدام عشان العناصر دي نخلص منها من المجتمع، ما نسيبهاش كده. المره دي عمل مع واحد بريء كده، بكره بعده يخطف ابني، يخطف بنتي، يخطف مراتي، يخطف امي. هو احنا عايشين في الغابه؟ الاشكال اللي زي محمد دي لازم يتم بترها من المجتمع. لازم يبقى عبره لغيره. مفيش واحد يقدر يمشي بسلاح ابدا الا مرخص، حتى لو كان السكينه، والا كل واحد هيمسك مطوه يقتل في الناس. عايزين ندعي لعمرو عرفه، ده شهيد الشهامه، شهيد الرجوله. للاسف اغتيل بدم بارد من بلطجي وواضح انه سوابق، لكن نحتسبه عند الله شهيد. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.